اهلا الناس الزوينين، الناس الفنين، الناس الغزالين. صراحه توحشتكم بزاف. صافي لونطون ما حطيت شي فيديو في اليوتيوب. توحشت اليوتيوب، توحشت انني نحط شي فيديو. بصراحه اليوتيوب راه ماشي ساهل وصعيب باش يجيوك الافكار. غير مره كنبغي نصور فيديو غير باش بوغ ماموزي، بوغ باسي ان بون مومون معاكم. واخا انا ما عنديش بزاف الناس اللي كيتفرجوا، يلا وصلت شي 400 ديال الناس اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي. وقلت علاش ما نتقاسمش معكم بعض الافكار اللي كتدور ليا في البال ديالي وكنبغي نشاركها معكم. اليوم الموضوع اللي بغيت نهضر عليه هو كيفاش تخلي ولدك ولا بنتك دائما تكون عنده طاقه ايجابيه. غادي نبدا لكم اول حاجه باول تجربه عندي كأم. ملي حملت يعني كانت عندي واحد بلا ما نشعر كنحس براسي كنعطي واحد الطاقه ايجابيه لو فيتوس، البيبي اللي كان في كرشي. ديك الساعه كيكون باقي ما تزاد، كتبقى تحس بواحد الحب. ما عرفتش واش كاع الامهات كيحسوا بهذاك الحب اللي انا جاني، واخا باقي ما عرفتش كاع حتى الجنس ديال البيبي، يعني لو جونغ ديال البيبي، واش ذكر ولا انثى. وكان عندي واحد الحب كبير لداكشي اللي في كرشي. وهنا كتبدا القضيه، وهنا كتبدا المسيره، كيفاش ان تخلق عند هذاك لو بيبي ديالك ولا هذاك لونفون ديالك طاقه ايجابيه. راه كتبدا ملي كيكون عندك البيبي ديالك في الكريشه ديالك. دونك كتكون كتهضر معاه، كتسمع موسيقى انت وياه، كدير بزاف د الحوايج زوينين. والحمد لله انا كنت موفقه في هذه المساله هذه اللي هي جاتني من عند الله، لانه تينزل عليك واحد الحب. قبل ما كتشوف هذاك الشيء اللي في كرشك يعني كينزل عليك واحد الحب. ما عرفتش واش كاع الامهات عندهم نفس القضيه ولا لا. ومن بعد ملي كتولد سي اوتوماتيكمون ربي كينزل عليك واحد الحب اللي هو انكونديسيونيل وانكرويابل اللي ما يمكنش توصفه. انا هنا بغيت تفكرت واحد الحادثه وقعات، ماشي حادثه ولكن واحد الحاجه وقعات فاش ولدت. كنت في واحد الغرفه اللي ديال دو بيرسون، وكانت معايا واحد السيده. انا نورمالمون ولدت شي شويه قبل الوقت، بشي دخلت في الشهر ديالي في الشهر التاسع بيومين ولدت. يعني كان مازال عنبر تزيد في يامات واحد اخرين باش تزاد، ولكن كتب انها تزاد دو جور في الشهر التاسع. يعني ما كملاتش الشهر التاسع كامل، يعني 8 شهور ويومين باش تزادت. اضطروا انهم ياخذوها يديوها للكلينيك ديال لي زونفون باش يشوفوا الحاله ديالها. لا تكون حيت كان الوزن شويه ضعيف وهذا اللي يكون عندها شي مشاكل. الحمد لله ما كانش مشاكل، واخا بقات واحد 3 ولا 4 جوغ في هذيك الكلينيك كنت كنهبط نرضعها. والغريب في الامر اللي بغيت نقول لكم واللي هو الموضوع ديالنا ديال اليوم، هو ان السيده اللي كانت حدايا في لا شامبر، انا ما عنديش البنيت، انا ناعسه في لا شامبر النهار الاول ديال الولاده، والسيده اللي معايا في لا شامبر جابوا لها البيبي ديالها. المهم جات طلعت هي والبيبي ديالها لا شامبر، والبيبي كيبكي حيت باغي يرضع، سي نورمال، كيبكي. وانا نتصدم واحد المساله اللي شداتو بقات كتخاصم عليه. كدير البسالات، انت خايب، انا نعطيك دابا. هي ربما بحب، ولكن انا ما عجبنيش الحال، فهمتي؟ انا ما حسيتش بالحب، زعما حسيت بها هي تربيه. والسيده على ما فهمت انها ما قارياش هذه. فعلا نقدروا نشوفوا هذا الجانب ديال الانسان ما واعيش ولكن واخا ما واعيش راه كاينين امهات ما واعيينش وما قاريينش ولكن ما كيديروش هكاك. بقات كتخاصم عليه وهذا، وجاتها صعوبه باش تبدل ليه وهادي وتنيرفات. وانا ما جي با رياجي. حاجه وحده اللي نط اني بدلت ليها لهداك البيبي، لبست ليه ومسحت ليه وقاديت ليه وعطيته ليها، وقلت لها من دابا بداي تهضري معاه بحب.
ما تخاصميش عليه، باقي ما عارف والو، يلا عنده يلا كيلكو زوغ، يلا ساعات قليله على انه باش تزاد. وهنا بدات الفكره ديال طبعا اني كنقول باللي ان البيبي ملي كيكون في الكرش وملي كيتزاد وانت كتهضر معاه بهضره زوينه باش كتنمي عنده واحد الطاقه ايجابيه. انت زوين، انت ولدي غزال، بيبي زوين، كتبقى تهضر معاه بالحوايج غير الزوينين. والحمد لله انا كنت في هذه المرحله هذه ديال عنبر ملي كانت بنتي بيبي كنت كنهضر معاها دائما بحب، وكنهضر معاها دائما هضرات زوينين، لدرجه ان دابا هي وصلت تقريبا قربت تكمل 5 ما بقاش لها بزاف، عندها واحد الثقه في النفس كبيره. علاش؟ حيت ملي بدات تتعرف وكتسمع وكتعرف سميتها وكتعرف بعض الكلمات، ديما تنقول لها انت زوينه، انت فنه، انت غزاله، انت عنبر زوينه، عنبر فنه، عنبر انتيليجونت. وهاد القضيه خصنا نديروها دائما مع وليداتنا، وسيرتو ملي كيكبروا، ملي كيوصلوا ل 4 ans 3 ans 4 ans 5 ans، وهي راه دائما خاصك تكون كتعطي لولدك هاد الطاقه الايجابيه بالكلام الزوين باش تخليه انه يكون تايق في راسو. وانا كنحس بنتي عنبر عندها الثقه في راسها وعاجبها راسها، وهذا الشيء كتمارسوا عليه انا وباها، وحنا كنخليوها، حيت كاين اللي غيشوفها يقول شاد البساله وهذه. لا بالعكس، ان الطفل ملي كيكون عنده راي وكيكون تيتو وكيكون كيفرض الموقف ديالو. دابا حنا عنبر الا بغينا نديرو لا بونيسيون اللي كنبغيو نديرو لعنبر هي كنقولوا ليها غنتخاصموا معاك، هي سو ريفولت. لا علاش غتخاصموا معايا؟ ماشي كتقلق وكتبكي وهذا، كتخاصم على وتدافع على راسها وكتقول لك علاش، وحنا تيعجبنا الحال لان ماشي كترد علينا الهضره، لا باقا ما وصلتش انها ترد علينا الهضره بداك المعنى القدحي، ولكن انها كتدافع على راسها وكتقول لك انا ما تخاصموش معايا، انا زوينه، انا فنه، انا كتهضر على راسها بانها شي حاجه زوينه. وهذا كتنميه لان لانكونسيون ديالها مولف انها تسمع انت زوينه، انت دي فوا كنخاصموا عليها طبعا لان سي ان اونفون، بعض المرات كتحط واحد لي ليميت معاه في شي حوايج بوغ نو با، غير حنا ما واصلينش للمرحله ديال اننا نخاصموا عليها بطريقه اللي شويه اغريسيف، لا ما باقي ما وصلناش، لان السن ديالها لا يسمح انك تكون معها شويه اغريسيف. ولكن تنقدروا نكونوا معها فيرم دي فوا. لا حنا ماما وبابا مثلا بغاو يتفرجوا في ان فيلم، انت خاصك ديري شي حاجه واحده اخرى. سي فري كو عنبر عندي مبليه ليا شويه ماشي بالتليفون، ولكن نقدروا نقولوا بلي جو كتلعب، ولكن كنعطيوها التليفون واحد الوقيته كنطفيوه وكنحطوه وتنقول لها لا دابا راه طافي خصو يرتاح، انت خصك ترتاحي من التليفون، تلعبي بشي حاجه مثلا باطا مودلي ولا تلعبي بشي حاجه في راسكم بان عنبر جالسه معايا وساكته وعارفاني كنخدم شي حاجه مزيان، تندير شي حاجه اللي هي مثلا خدمه ولا شي حاجه وكتصنت لي. انا غادي نوريها لكم، ها هي عنبر جالسه ساكته لان عارفاني كنهضر عليها بزوين، وعارفه بان كنقول حوايج مزيانين عليها، حيت عنبر بنيتها زوينه بزاف بصح. وخلي شافها من بعيد وشاف لو كومبورطمون ديالها مثلا انها ما كتهضرش مع الناس في الزنقه، اي واحد هضر معاها كتهضر معاه، حيت انا كنوصيها كنقول لها ماشي اي واحد في الزنقه يهضر معاك. ملي كنكونوا مثلا في الطوبيس ولا في الطاكسي ولا في شي حاجه كيهضر مع شي حد تيبغي يلعب معاها كتقول له لا ما تهضرش معايا، ما تلعبش معايا، كيسحب له بان تيقول لي مالها ولا تنشرح له تنقول له ما مالها والو، ما كتعرفكش، راه ما يمكنش تهضر معاك. هي عنبر الحمد لله انتيليجونت، ذكيه بزاف، عندها عقلها كبير، كتفهم بزاف الاشياء، رادين معاها البال لانها على بال تبارك الله. وصلت عند بي الحمد لله. انا لا ازكي ابنتي، فيها شي ديفو طبعا، ولكن حنا كنحاولوا دائما اننا حنا ماشي دي بارون اللي لاباس علينا وما قادرينش نوفروا لها كاع داكشي اللي كتشوفوا هي مثلا في لي ريزو سوسيو ولا كتشوفوا في اي حاجه في الزنقه ولا هذا، كتطلبوا منا وكنقولوا لها ان شاء الله بنتي لا قدرنا وقدرنا الله نديروه لك، ولكن كنحاولوا ما امكن نعطيوها داكشي اللي هو اهم
هو ان تكون واحد الشخصيه، تكون شخصيتها، تكون عندها طاقه ايجابيه، تكون كتبغي انها تحس براسها انها عندها قيمه. كناخذوا رايها في بزاف د الحوايج. باغ اكزومبل غنمشي نشري ليها مثلا شي حاجه، صنداله ولا صباط ولا مثلا، كنعطيها واحد الجزء كبير انها تختار على ذوقها. واخا انا كنحاول بطريقتي الخاصه ان الا شفتها، لدرجه ان اخر مره باش تاخذ دي طونغ صنداله ديال الصبع اختارتها كبر منها. كنا سافرنا ونسينا صندالتها عند شي ناس في كازا، ومشيت نشري لها صنداله واختارت واحد الشكل وقالت لك بغيت هادي وكبر منها وما كاينش، لان مشريناها من البال ما كاينش اختها، دونك ما يمكنش تشوف. كاين صغارين ما بغاتهمش ما عجبوهاش، ولكن كان الذوق ديالها سليم بصراحه، عندها ذوق زوين. وحنا كنزيدوا نشجعوها على انها تختار راسها، لان بصح عندها ذوق زوين كتختار حويجات زوينين. عنبر هضرت بزاف على عنبر بنتي لان هي التجربه الاقرب ليا، ولانها انا جربت مع بنتي هاد الاشياء ديال انها نشوف كيفاش نهضر معاها دائما ونقول لها انت زوينه، انت فنه، انت هادي، لدرجه ان ملي كنخاصموا عليها ولا شي حاجه تقول لك انا زوينه، انا ما تهضروش معايا انا زوينه. يعني كنحسوا بان بصح ربينا فيها الثقه في النفس. وكاين بزاف ديال التمارين انك تقدر ديرهم مع ولدك ولا بنتك باش تعطيه هذه الطاقه الايجابيه وهذه الثقه في النفس. انك تشدو كل نهار في الوقت اللي انت كتكون ما مشغولش فيه، وكتوقفوا قدام المرايه وكتبقى تهضر معاه وكتبقى تقول له قول انا زوين، انا انتيليجون، انا واعر، انا بخير، انا مزيان، كاع الكلمات الزوينين. وحاول انك ندور شويه الكاميرا باش تكون معايا عنبر، لان بغات تكون معايا في الفيديو. انت زوينه عنبر؟ شفتي عنبر كتقول لك انا، قولي انا زوينه، انا فنه، انا انتيليجونت، انا غنكون ايجابيه. شوفي انا مشيت للبحر ديال هذا، مشيتي للبحر وماما خليني نكمل ونعاودوا نهضروا في البحر. المهم حاول انك الى غادي يجي الملل ولا هذا انك توقفوا قدام المرايه وتبقى تقول له قول انا هذه غتجي بحال شي بحال تو لوي دوموند شي حاجه في شكل. حاول تلعب معاه، تنقز انت وياه، ترجع للسن ديالو، تهبط لعندو المستوى ديالو ونقز. قول انا زوين، قولي انا زوينه، انا زوينه، انا فنه، انا ايجابيه، انا ايجابيه، انا انتيليجونت، انتيليجونت، بحال هكا مثلا. دونك عنبر كندير معاها بزاف هاد ليكزيرسيس هذا. تنقول الا ما عطيتهاش بزاف الفلوس ولا ما عطيتهاش بزاف الحوايج زوينين ماديين، ولا ما عطيتهاش ما قدرتش نشري لها اي حاجه، ولا ما قدرتش نوفر لها بزاف الحوايج اللي انا تنتمنى نوفرهم لها، ولكن على الاقل وفر له واحد تفكير سليم، واحد التفكير انه يخليه واحد الانسان اللي هو شجاع، واحد الانسان اللي هو تايق في راسو، واحد الانسان اللي كيبغي راسو، كيعجبو راسو، وكيقول حوايج زوينين على راسو. انت الا لاحظتوا انت زوينه بزاف. ندوروا الكاميرا باش تباني مزيان. انا قطعت لبنتي شعرها. سلام. سلام، قول لهم سلام ناس زوينين. سلام ناس زوينين. نتوما قول لهم زوينين. زوينين. وانا زوينه. بلاكي دي بس كيبدا يمشي. بلاكي داكوغ. ايفا زوينه. ايفا زوينه. هي كتعلم واحد المشيشه كاينه في الزنقه، كانت عندنا في الدار وما بقاتش بغات تبقى في الدار، عطيناها لواحد السيد، وتا داك السيد ما بغاتش تبقى عنده في الدار، كان مهلي فيها بزاف، كيعجبها تبقى في الزنقه حيت كاينه الجريدات وهذا، ما كتبغيش الدار. دابا كيبدا واحد المشكل
كتجيب له واحد جيب بابا جاب لي واحد الفطور ديال ماشي الفطور ديالها، المهم لي كروكيت. جاب بابا لي كروكيت، جاب ليها لي كروكيت وحطهم، وقال ليها ملي يكون فيها الجوع نهبطوا ليها الماكله للزنقه تاكل، ونهبطوا ليها الماء، ياك نهبطوا ليها الماء والماكله وتاكل وتمشي في حالاتها، حيت ما كتبغيش تجي للدار. حنا بغينا نجيبوها للدار نغسلوا ليها ونديروا لها بزاف ديال الحاجات، ياك ماما؟ دابا نتوما غاديو غادي يجيو عندك، الناس غيجيو عندنا اللي كيتفرجوا فينا ان شاء الله. المهم هذا هو الموضوع ديال اليوم، الطاقه الايجابيه للطفل ديالكم انه يكون كيحس براسو عنده قيمه، والحوار معاه ونتصنتوا ليه ونعطيوه. راه ماشي بالضروره العطاء هو مادي، ولكن العطاء يقدر يكون كينمي عنده بزاف القدرات، وكيحس براسو بانه متوازن. وشكرا لكم على هذا لا فيديو هذه اللي ما نعرف كيفاش غادي تكون، غير انني قنط وبغيت نهضر، بغيت نقول شي حاجه، نعبر على شي حاجه كنديرها دائما. مازال بغات تقولي شي حاجه؟ مازال بغات تقولي شي حاجه؟ انتي زوينه ولا خايبه؟ زوينه. هنا غادي نساليو الفيديو، حنا زوينين بزاف، بنتي زوينه. غنمشيو لهيلتون دابا، غنمشيو لهيلتون ماشي اليوم ماما. يلا نقول لهم باي باي، السلام عليكم.